بون اليوم يعني ربح حصة تاعنا يعني في التربص التحضيري اللي نجريوه في مدينة عنابة. يعني التحضيرات نتاعنا ما بداتش يعني في وقتها. هذا راجع لأسباب يعني إدارية، أسباب أنه الفريق كنا ننتظروا شوية في الاحترازات اللي الفريق خذاهم يعني في الموسم اللي فات. دونك دركا يعني الأمر راهو محسوم أنه الفريق راح يكون في الرابطة الثانية. رغم هذا يعني سعينا ووجدنا يعني مجموعة تاع اللاعبين اللي كنا ديجا في اتصالات معهم، يعني عندنا مدة. دونك اليوم بدينا البرنامج تاعنا التحضيري. سيفري رانا يعني متاخرين في العمل، مي هذا ما يمنعش انه راح ناخذ كل الوقت يعني باه نحضروا الفريق للمنافسه، خاصه انه ما بقالناش يعني وقت كبير من هنا يوم 26 تبدا اول مباراه. مي رغم هذا احنا البرنامج التحضيري تاعنا ماناش راح نحبسوا فيه، عندنا 3 ولا 4 جولات الاولين راح نبقاو نعملوا يعني في عمل يعني مكثف باه نكومبونسيو يعني لو مونك اللي راح نلقاوه يعني تاع التحضيرات. يعني فيما يخص يعني الانتدابات كانت مدروسه. اول شيء اللي بنينا عليه يعني هو انه التشبيه تاع الفريق دركا راهو يمشي بمعدل سن تاع 25 سنه. اللاعبين اللي جبناهم يعني اللاعبين اللي عندهم امكانيات كسوسوا يعني الشيء اللي بينوه في الفرق اللي كانوا فيه، وعندهم يعني امكانيات اللي يقدروا يمثلوا فريق جمعيه عين المليله احسن تمثيل. وانتدبنا يعني بعض اللاعبين يعني تاع خبره اللي هما راح يمدوا يعني دفع للاعبين هذوما الشبان، يمدوا دفع الفريق. هما 5 ولا 6 لاعبين اللي راح يمدوا اضافه في الفريق هذا ومعروفين في الساحه الكرويه ومدوا يعني لكره القدم الجزائريه. دونك انا في الاخير واش نقول انه نكونوا صبورين، ما نتقلقوش على الفريق. التشكيل هذا يعني مع مرور الوقت ان شاء الله يكون في المستوى ونحققوا النتائج المرجوه في هذه لا سيزون ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق راهو يجري في التحضيرات هنا في مدينة عنابة في ظروف جيدة، رغم انه يعني بدينا في التحضير يعني جد متاخرين، يعني تقريبا احنا هو الفريق الاخير اللي بدا في التحضيرات نظرا للظروف الصعبه اللي كان يمر بها الفريق. يعني انه الفريق يعني اللي فات على الطاس وكانت عنده ظروف فيها صعبه وما داش حقه قانونيا. احنا هنا باش في مدينه عنابه يعني عم نديروا في ستاج يعني ونغتنم الفرصه باش نشكر رئيس بلديه الحجار ومدير الملعب اللي راهم يعني سهلوا لنا الظروف يعني باش نقوموا يعني بالتحضيرات في ظروف جيده. يعني نشكر اللاعبين اللي راهم يعني مركزين يعني في التحضيرات تاعهم، والطاقم الفني ثاني. واش راح نقول ثاني؟ نتمنى انه الفريق يكون جاهز ان شاء الله للمنافسه ان شاء الله وفي اقرب وقت ان شاء الله. من الناحيه الماليه يعني الفريق راه يعاني، يعني تقريبا انه 6 شهور ما دخلنا حتى سنتيم يعني الخزينه، يعني ظروف ماديه صعبه. يعني نتمنى يعني من المسؤولين المحليين يعني يتولوا شويه الفريق هذا، يعني سيرتو في بدايه الموسم يحتاج شويه ضخ اموال يعني باش يبدا يعني الموسم تاعو في ظروف حسنه. نتمنى منهم انهم يلتفوا شويه الفريق هذا ويشوفوا ليه، لانه راهو يعاني جدا يعني موش يعني في ظروف صعبه، يعني ظروف ماديه صعبه جدا.